بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. هنعمل النهاردة عشاء خفيف جدا. فكرة يعني للعشاء. عشان الوقت متأخر فما ناكلش حاجة تقيلة. فانا معايا توست اللي هو ريتش باك اللي هو العادي الابيض. هطلع منه كده 4 توستات على اساس هنعمل ساندويتش. تمام. ومعايا زيتون اسود ومعايا جبنة رومي. تمام اهي. فهنعمل ساندوتشين كده وهنحطهم ان شاء الله في التوستر، وبعدها نعمل مشروب النسكويك البارد. اول حاجة هعملها هفتح التوست كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيه الجبنة. هو الزيتون انا مش هحطه جوه الساندوتش، انا هحطه هخليه يعني بره جنب الاكل كده كده واقفل. طبعا التوستر بيسخن التوست انا بحطه بالكيس كده جوه التلاجة على الرف، مش بخليه بره علشان ما يبص بره، لان احنا طبعا مش بنستهلكه كله في يوم واحد. احط كده الجبنة. ممكن تحطي جبنة شيدر مع الجبنة الرومي، بس فرحة الحقيقة عايزة جبنة رومي بس. انا بحب احط الاتنين على بعض بصراحة، بيبقى طعمها جميل قوي وبيسيحوا مع بعض. الشيدر كمان بتسيح اكتر. اهو هاخدهم دلوقتي احطهم على التوستر. هحط التوستر بس هنا اهو علشان الفيشة اللي جنب الرخامة مش كويسة. هجيب التوستر اهو احطه هنا. اجيب التوست قصدي، معلش انا هظبطه بس عشان انا حطاه على البوتاجاز عشان جنب فيشة البوتاجاز اهو. هقفل بقى التوستر كده. بسم الله. وهي الفكرة ان الساندوتش يسخن والجبنة تسيح والتوست يتحمر. احط الفيشة بتاعته كده وهسيبه يتحمر والجبنة تسيح. هنشوف هنعمل ايه المشروب هنعمله ازاي. معايا هنا السكر. احط السكر بتاعي على حسب الحاجة يعني. تمام. واحط معلقتين كبار نسكويك. انا حاطه هنا معلقه كده في النسكويك اهي، هحط منها معلقتين. طبعا زي ما قلت لكم ده نسكويك بارد، وساعات كنت بعمله لها كده وبحط لها عليه معلقه نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. بس بالليل قوي كده طبعا مش بنحط النسكافيه علشان النوم. هحط شويه لبن باردين الاول. تمام. وبعدين هدوب الحاجات دي بالمضرب بتاع النسكافيه كده، مش عشان اعمل فوم بس عشان اللبن بارد والسكر والكاكاو يدوبوا كويس. وبدوب شوية وبعدين اكمل اللبن هدوبه وارجع لكم. وكده بعد ما دوبته كويس قوي، هو ما عملش فوم يعني، هو بس بدوب فبيعمل رغوة بسيطة جدا. هزود بقى اللبن للاخر وبرده هديله ضربة كده بالمضرب على اساس يختلط اللبن بالكاكاو بكل حاجة اهو. على فكرة المضرب ده اللي هو بالكهرباء، اللي انا كنت عامله لكم عنه ريفيو قبل كده وعامله لكم بيه النسكافيه اهو. تمام. بس خلاص كده، هو خلاص كده تمام. كده انا خلصت خلاص المشروب. انا وقفت لان كان نزل على الكوبايه غصب عني وعشان كنت باصه في الكاميرا. خلص كده خلاص. زي ما قلت لكم لو حبيتوا تحطوا عليه معلقه نسكافيه بس يكون الصبح او بالنهار بيبقى جميل جدا، بيبقى طعمه زي المشروبات بتاعه ستاربكس بالظبط. دلوقتي انا التوستر عندي فصل، بس انا بسيبه شويه عشان الجبنه تسيح. هبص لكم عليه دلوقتي اهو. بسم الله. بصوا شويه سنه كمان صغيره. هو المفروض ان لما الاخضر ده يفصل يبقى كده خلص التوست. انا بسيبه كمان يعني دقيقه كمان وبعدين هنطلعه مع بعض ونقدمه.
انا كده طلعت التوست يا جماعه، هبتدي اقطعه عشان ما يبقاش كبير كده. هقطعه، امسكه كده لانه سخن جدا، واقصه بالمقص كده بالورد. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. تحفه، مقرمش جدا والجبنه سايحه جوه وتحفه. بس كده كده اكون خلصت وجبه العشاء الخفيفه الجميله ديت. نشيل المعلقه دي بقى، ملهاش لازمه. زيتون اسود وتوست بالجبنه الرومي، وممكن قلنا نحط جبنه شيدر وخيار، والنسكويك بالحليب بس بارد، علشان هي مش بتحبه سخن الحقيقه، مع ان الجو برد يعني، بس هي بتحبه كده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفكره تكون عجبتكم، تنفع فطار وتنفع عشاء. ممكن نغير النسكويك بنسكافيه، وممكن يكون سخن. لو ما تنسوش، لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.